تعرف إن الأسد مش ملك الغابة ولا بيعيش في الغابة أصلا؟ ودي بقى مش أغرب حاجة هتسمعها عنه النهاردة. الأسود اسمها العلمي بانثيفليون، وبتتميز بعقليتها المختلفة عن باقي الحيوانات من صفات سلوكية وجسمانية قوية، صوت زائرها اللي تقدر تسمعه من على بعد 8 كيلو. والأسد بينتمي لفصيلة اسمها سنوريات، ودي نفس فصيلة القطط. الأسود بتعيش في السهول أو في الأراضي العشبية أو في المرتفعات الصخرية والأماكن المفتوحة عشان تعرف تصطاد براحتها وبروقان، يعني ولا بتحكم غابات ولا بتعيش فيها أصلا. والأسود كمان حيوانات اجتماعية، بتعيش في قطيع ومجموعات، وبيوصل عددهم في القطيع 40 أسد. المجموعة الكريمة دي بتكون عبارة عن 3 ذكور ومعاهم الأسود التانية والأشبال الصغيرة. الأسود بتتجوز كل 20 دقيقة طول أيام السنة، يعني بمعدل 50 مرة في اليوم. والذكور بتاكل 7 كيلو لحمة والإناث بتاكل 4 كيلو كل يوم. والغريب إن في معظم الأوقات الأنثى هي اللي بتصطاد وبترجع الأكل لعيالها، والباشا اللي عامل لنا فيها ملك نايم ولا على باله وبياكل أكتر منها كمان. والأسود بتحب تصطاد الحيوانات اللي من فصيلة الثدييات، وخصوصا اللي عندها حافر في رجليها زي الغزلان والحمير الوحشية. الغريب بقى إن في حيوانات كتيرة أقوى من الأسد، بس ما تعرفش ليه الجنس البشري ادى للأسد دور البطولة. وفي حيوانات أضخم منه بكتير زي الفيل والجاموس الوحشي، وفي اللي أسرع منه زي الفهود. وياما أسود اتهرست في ناشونال جيوغرافيك لما دخلت على حيوانات غبية ما بترحمش. بس اللي بيميز الأسد عن غيره من الحيوانات إنه بيقدر يحمي قطيعه في مساحة 40 كيلومتر مربع، وما يقدرش أي حد يدخل حدود منطقته. وده لأن الأسود ماشيين بمبدأ الكترة تغلب الشجاعة، ونادرا لما تلاقي أسد داخل يهجم على الفريسة لوحده، ودايما بيدخلوا على الفريسة في مجموعات يا إما هيتفرموا. الأسود عامة بتتعرض لمخاطر كبيرة في الحياة البرية، بتتعرض للهجوم من البشر نفسهم. وعلى حسب الاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة، أعداد الأسود قلت النص على مدار 25 سنة اللي فاتت، وإجمالي عددهم دلوقتي ما بيزيدش عن 40,000 أسد في الكوكب كله. ولو عايز تعرف أكتر عن الحياة الحقيقية للأسود، اتفرج على فيلم Brothers in Blood اللي اتعرض سنة 2015 واللي اتصور على مدار 16 سنة كاملة، بيحكي على نشأة 6 أسود وسيطرتهم على قطيع كامل. وكده يعتبر انت عرفت كل حاجة عن الأسود.